الفل عليكم حلوين. النهارده بقى فطارنا تالت يوم رمضان. هنعمل ايه؟ طبق بسله كده حلو، وطبق رز بشعريه، وطبق ملوخيه. هننزل بقى كده الحله سخنه، هننزل كده بقى ايه، بحب اسمع الطشه دي. بشوح اللحمه الاول، ما بحطهاش كده في الصلصه على طول، لازم اشوحها الاول كده واخد منها حبه شوربه. سامعين الطشه. ننزل بقى عليها بقى ايه، ورق لوري، مرقه دجاج، بحب احط فص ثوم قوي في الشوربه، تديها طعم حلو قوي قوي وريحه جميله، وجزر وطماطمايه وبصلايه ومرقه دجاج وجوز الطيب. لسه ما حطيتش الفلفل الاسمر الا بعد ما تغلي، عشان ايه، لو طلعت ريم ولا حاجه اروح مطلعه. ما بحطش ما بحطلهاش ملح دلوقتي الا لما تقرب على السوا. صباحكم فل. زودت لها طبعا اهي بعد ما شوحتها اهي، وحطيت لها الفلفل الاسمر، وشلت الريم اللي عليها. حطيت لها، زودت لها ميه مغليه، لازم نزود لها ميه مغليه. لحوم فراخ كبيره، بط كده، الحاجات ديت كوارع لازم نزود لها ميه مغليه، ما نحطلهاش ميه ساقعه عشان ما تجرمس. كده حط لها كل حاجتها ما عدا اللحمه، تاخد تدي بقى شكل ودي مع بعضها لحد ما تستوي. بقى نعمل التغذيه بتاعت البسله. حطيت حته سمنه، وحطيت بصلايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. انا مش هحمرها، يعني انا هصفرها، اتبلها بس، اصفرها كده شويه، وبعدين ايه، هنزل عليها بالبسله. والبسله انا مش مخزناها، مش مفرزاها، ده انا جايباها اكياس وركناها عندي. الصراحه انا ما خزنتش، ما فرزتش بسله السنه دي. دي بسله بسمه اهي، بس حلوه، انا بجيبها على طول، فبجيبها اكياس واشيلها عندي في الفريزر. انا بحس بدل ما ايه اجيب وافرز ومش عارفه ايه، فبجيب الكيس احسن. والكيس مش غالي، يعني ب17 جنيه. ممكن في الهايبرات بقى بيكون يعني ارخص جنيه ولا حاجه. بس كده هننزل بقى كده. بحب اديها تشويحه كده الاول، البسله بشوحها كده الاول. طبعا هننزل بحاجتها، مكعب دجاج، فلفل اسمر على 7 بهارات، طبعا حب السكر عشان تسكر لنا البسله، وبعدين ما تغيبهاش في السوا لو هي ناشفه. بس انا مجرباها قبل كده جميله، بجيبها على طول. وبعدين انا بجيبها اكياس من غير جزر، لاني لو جبت البسله بجزر بيديها لي كلها جزر، فانا بحب احط الجزر لوحده وبجيبها البسله ساده، ما بجيبهاش فيها جزر. وانا بحب انا اكتر الجزر هنا عندي، لان في اللي بيحب البسله، في اللي ما بيحبش البسله سوري، وبيلقط الجزر بس منها. جزر اهو، انا اللي حطاه، احسن ما اجيبه من بره، اجيب مش هلاقي فيها بسله، انا بحطه كده. عندي بنتي ما بتحبش البسله فبتلقط الجزر بس، فانا بكتر الجزر عشان كده. وبعدين ده الجزر مغذي وجميل، وفي اللي بيحط في قلبها بطاطسايه، بس انا ما بحبش كده. طبعا مفرزه الطماطم بس مش هحطها دلوقتي. الطماطم اللي احنا مفرزينها مع بعض انا مش هحطها دلوقتي، اما تدي تشوح كده بس شويه كده ايه مع نفسها. عايزه اقول لكم ريحه البسله وهي بتتشوح كده والله طعمه قوي. خدت حته دوشه كده من اللحمه، من في قلب اللحمه كده، حطيتها في قلبيها، جميله، ريحتها حلوه قوي. عامه البسله مش هتاخد نار. بصوا شايفين، انا بجيبها على طول اهي. بس التشويحه دي ما بتخليهاش بقى بتاخد كده بالتتبيله كده بتاعتها اللي احنا بنحطها مع البهارات اللي احنا بنحطها، لان لو حطيت القوطه معاها هتنشفها بقى،
فبحطش القوطه ايه على الاخر. وكده كده القوطه مسبكاها، يعني القوطه كده كده كنت مسبكاها ومفرزاها وايه شايلاها. ريحتها سكر سكر.